سلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نصايبوا حريشه في الفران، كتجي خفيفه وسهله ودغيا كتوجد، ما كتعطلش بزاف. بالنسبه للمقادير كناخذوا مولينيكس، كنديروا فيها 3 البيضات، كنديروا كاس السكر، كنديروا كاس ديال الزيت، شويه الملحه، وكنضيفوا 2 كيسان ديال الحليب وفاني وحده، وكنخلطوا كلشي مزيان مولينيكس. وهنا بعد ما طحنتو كيجي على هاد الشكل هذا. ودابا كنبدا نضيف النواشف، كنضيف سميده، كنضيف شويه بشويه وكنخلط، وكنضيف خمارات، كاين 3 الخمارات كنضيفهم، كنبقى نضيف شويه بشويه شويه بشويه حتى كنمزج داك الخليط مزيان. غادي تشوفوني هنا انني قلبتها في هذا البانيو هذا، حيت هذاك جاني صغير ما قدنيش كميه كثيره. خلطتها مزيان كتجي على داك الشكل، وكناخذ واحد لاطه كندهنها بالزبده وكنرشها بالسميده، تكون لاطه ما كتلصقش في الفران. وغادي نخوي فيها داك الخليط، وديجا كنت مشعله الفران من قبل من الفوق ومن التحت 180 درجه. غادي نخويها وغادي نحاول نقادها مزيان حتى نخبطها باش طلع منها داك الهواء يطلع منها، وغادي نخشيها في الفران مدة نص ساعة ونرجع لكم. وهنا بعد ما طابت الحرشه كندهنها بالكونفيتير ديال المشماش. هنا بالنسبه ليا كنفضل المشماش، نتوما الا بغيتو اي لوغو تقدروا ديروه صافي. وكان ندير من الفوق الكوك كتجي رائعه. بالنسبه للكونفيتير كنديرها وهي مازال سخونه، عفوا كندهنو وهي مازال سخونه، وكنرش الكوك عفوا سمحوا لي، كنرش الكوك وكنخليها حتى تبرد على خاطرها. كتجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. الا عجبكم لا فيديو
ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي تعاليق واش كيعجبكم لي فيديو، وبصحه والراحه.